السلام عليكم. هنحكي النهاردة عن نبي الله المحبوب. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت مال ولا بنون عن قصة سيدنا آدم اللي مال بعاطفة الأب لأحد من نسله، وكان نبي الله داود. طب ليه واشمعنى سيدنا آدم اختاروا بين كل نسله؟ وبإيه تميز نبي الله داود؟ وإيه المعجزات اللي ربنا أنعم عليه بيها؟ أول حاجة عاوزين نفرق ما بين النبي والرسول. كل رسول فهو نبي، لكن مش كل نبي رسول. النبي والرسول بيدعوا لحاجة واحدة في الأساس وهي توحيد ربنا، لكن الرسول بينزل بكتاب وتشريع، اما النبي بيكمل ما سبقه من انبياء. الرسل المعروفين لينا واللي ربنا انزل عليهم كتب وصحف سماويه كان اولهم سيدنا ادريس وابراهيم، دول نزل عليهم صحف سماويه، ثم سيدنا موسى ونزل عليه التوراه، ثم سيدنا داود ونزل عليه الزبور، ثم سيدنا عيسى والانجيل، واخيرا سيدنا محمد والقران الكريم. ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمش كل الرسل مكانه واحده، ومش كل الرسل لازم يبقى عندهم معجزات زي بعض. اتولد سيدنا داود في بيت لحم اورشليم قديما، ويرجع نسله لسيدنا يعقوب ابن سيدنا اسحاق ابن الخليل ابراهيم، وهو احد انبياء وملوك بني اسرائيل، شعب الله المختار اللي اكيد هنعمل حلقه عنهم ان شاء الله. وطبعا دول اكتر شعب تم ذكره في القران، واكتر قوم نزل عليهم انبياء، وكان منهم سيدنا داود، واللي سبق وقلنا ان ربنا انزل عليه الزبور. وطبقا لليهوديه هو ثاني ملوك بني اسرائيل، وحكمهم تقريبا 40 سنه. وهنا كان اول فضل ربنا انعم بيه على سيدنا داود، وهو اتاه النبوة والملك وانزل عليه كتاب سماوي. سيدنا داود كان طاهر ونقي القلب وعابد وقانت واواب، وكان مجاهد ومقاتل وشجاع، وهو فتى صغير كان جندي من جنود طالوت. ويقال ان طالوت هو شاول في اليهودية، هو ابو سيدنا داود اللي هو اول ملك لبني اسرائيل. المهم كان لبني اسرائيل عدو وهو جالوت. المهم جه وقت المعركة وتقابل الجيشين، وقديما كان اول المعركة لازم يطلع الفوارس من هنا وهنا او عشان يبارزوا بعض. خرج جالوت وهو متباهي بطوله والعملاقه بتاعته وبجيشه ومين يبارزني، وهنا خرج عليه الشاب الشجاع نبي الله داود. وفي وصف سيدنا داود انه كان جميل الهيئه وكان اشقر. طبعا شافه جالوت استهزأ بيه وقال له انا هقتلك وهرمي جتتك للطير تاكلها. لكن نبي الله داود كان ذكي جدا وكان ماهر جدا في الرمي بالنشاب او المقلعه او بالبلدي يعني النبله. استغل النبي استهزاء جالوت وانشغاله في الضحك، ونبل واحده بين عينيه جابه ارض وقع فاقد الوعي. جري نبي الله داود عليه وخد السيف بتاعه وقطع راسه. طبعا جيش جالوت شاف المنظر اترعب وفر اغلبهم. وهنا كان قول الله تعالى وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. ولسيدنا داود مكانه كبيره جدا في كل الاديان السماويه. في الانجيل مثلا بيرجع نسل السيده مريم له في الاساس، وفي القران له ايات كتير جدا اتكلمت عن حياته ومعجزاته وعبادته. الحديث صحيح فيما معناه ان احب الصلاه إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وفي حديث آخر إن أعبد البشر لله كان سيدنا داود، نعم العبد إنه أواب. ومعنى أواب يعني المسبح التائب. أما بالنسبة لمعجزات سيدنا داود حدث ولا حرج. مثلا الحديد كان في إيده طري يقدر يشكله بسهولة، وده اللي خلاه يكون أول واحد يعمل درع بشكل معين غير المتعارف عليه في وقته، وده اللي خلاه يحصن بيه المقاتلين في جيشه، وكان عنده أقوى جيش بلا منازع في الزمن بتاعه. وده بيوضح لنا انه كان ملك ونبي وله مهنه وهي الحداده، ورغم كونه ملك استغنى عن خزينه الدوله وكان بياكل من شغل ايده. في حديث صحيح فيما معناه نبي الله داود كان ياكل من عمل يداه، وانه كان بيقدس العمل والصناعه، وان المملكه في عهده وعهد سيدنا سليمان ابنه كانت صناعيه في المقام الاول، ما كانتش دوله مثلا زي الفراعنه بتهتم بالعماره والمعابد. وده اللي بيفسر ليه ما كانش ليهم اثار او معمار عاش بعدهم. ربنا وهب سيدنا داود اجمل الاصوات، لما كان بيقرا من الزبور كان بيجتمع حوله اي حد بيسمع صوته سواء من البشر او الجن او الطير. وطبعا كان بيعرف لغه الطير والحيوانات هو وابنه من بعده النبي سليمان. ربنا اعطاه الحكمه وفصل الخطاب، يعني قاضي وبيحكم بالحق وبالعدل، وتقريبا من القليلين جدا جدا اللي شعب الله المختار اليهود حبوه وفضلوا تحت حكمه 40 سنه. ولكن في قصه شهيره جدا حصلت مع سيدنا داود، ان في رجلين بينهم مشكله راحوا له عشان يحكم بينهم. واحد من الاثنين كان عنده 99 نعجه او خروف، والتاني كان عنده نعجه واحده. اللي عنده نعجه واحده بس قال لسيدنا داود وهو بيبكي ان اخينا اللي معاه 99 نعجه باصص للنعجه اللي معايا وانا لا حول لي ولا قوه. وهنا والاول مره بيتاثر نبي الله داود بحكم متسرع من غير ما يسمع من الطرفين، وده كان اختبار من ربنا ودرس مهم جدا جدا، ان مفيش حد معصوم من الغلط الا بعاصم من الاله ذاته. لكن لما نبي الله داود هدي وراجع نفسه وعرف
انه اخطأ في حكمه وتاب واناب واستغفر ربنا، وربنا غفر له. فالشاهد من قصة نبي الله داود، مهما كنت شايف نفسك على قدر كبير من العبادة والطاعة فانت مش معصوم من الغلط، ولما تغلط اهدى وفكر واعرف غلطتك فين وصلحها، واستغفر لربنا وهو قادر يغفر لك وقادر يعصمك من الغلط. اللهم اغفر وارحم وسامح وارزق كل من مر على هذا فيديو وكل من ساعد في نشره فضلا وليس امرا. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، ولو انت على اليوتيوب اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع حكاوي الخلفاوي والسلام عليكم.